عاملين ايه يا حلوياتي؟ رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. وقبل ما ابتدي الفيديو النهاردة انا حابة ان انا اعرف نفسي عشان في ناس جديدة عندي على القناة. انا اسمي سمر عاملة نور ودي قناتي صديقة الكون. ويلا بينا نبتدي فيديو النهاردة. وقبل ما اقول العنوان بتاع الفيديو، انا حابة ان انا اقول انه انا شخص مؤمن انه مفيش حاجة اسمها صدفة، وان ربنا خلق كل حاجة وليها سبب، وخلق الكون الكبير ده كله ونظم كل حاجة فيه بالسنتي وبالملي. فمفيش حاجة هتحصل لك صدفة. عشان كده الفيديو بتاع النهاردة هيتكلم عن رسائل الكون. وطبعا رسائل الكون كتيرة جدا، ومش هقدر ان انا احصرها في فيديو واحد، ولكن ان انا هقدر اقسمها على فيديوهات تانية. لكن النهاردة انا هتكلم عن 7 رسائل كونية. الرسالة الأولانية إنه أحيانا بيحصل كسر في باب بيتك أو في شقتك، أو كسر في مقبض الباب عندك، أو إن المفاتيح عندك بتضيع. فده معناه إيه؟ ده معناه إنه الشخص اللي هو صاحب البيت دوت إن هو عنده طاقة سلبية، وإنه هو مش قادر يشعر بقيمته في البيت، ولا عارف يسيطر على أمور بيته. فرسالته إن حاول تستعيد ثقتك بنفسك، حاول تشعر بقيمتك في هذا المكان، حاول تحتوي أفراد البيت، حاول ان انت تقدر تسيطر على الأمور تاني من جديد. الرسالة رقم 2: لو اتكسرت المرايات عندك فجأة في البيت، خاصة بعد ما زرنا ضيف حلو جميل، الضيف الحلو الجميل دوت بيكون شايل جواه طاقة حسد. طاقة الحسد ديت ممكن تكون ليك وممكن تكون لحاجة هو شافها في البيت حلوة. وطبعا لما بتتكسر المرايات انت معناه ان انت تخلصت من طاقة الحسد ديت، لان طاقة الحسد كلها بتتجمع في المراية. فاول لما بتتكسر المراية يا ريت اول حاجة تعملها انك تجمع الكسر دوت وتطلعه بره باب البيت. اشمعنى؟ في ناس بتقول انه انا احيانا ببقى مش قادرة اطلعه وقتها، ممكن اطلعه الصبحية. لا حضرتك، مش بينفع دوت، لانه طاقة الحسد كلها متجمعة في المراية. فانت بوجود الكسر دوت في البيت، فده بيخلي ان طاقة الحسد بتنتشر في البيت اكتر. تمام. وبعد لما بيخرج الضيف، فانت تحاول تشغل بخور شموع علشان تحاول انه انت تنشر الطاقة الإيجابية تاني من جديد في البيت. الرسالة رقم 3: انه احيانا بيحصل تكسير في الحنفيات، او زي ما بيقولوا بعض الناس انه اسمها الصنبور، او انه في تسريب في المية عندك. طب ده معناه ايه؟ انه في خلل في طاقة المال عند افراد الاسرة ديت. الخلل ده احيانا بيكون ان الاسرة ديت داخلة في طاقة ديون، او انه هي مبذرة كتير جدا. وبالنهاية الرسالة ليهم ان هم لازم يعيدوا تقييم الامور، ويحاولوا ان هم يمسكوا زمام الاموال ويدوها للشخص اللي فعلا قادر يتحكم في الانفاق بشكل سليم. طيب الرسالة رقم 4: احيانا بنلاقي انه الملح واقع على الارض فجأة، وسواء انت حطه بقى في اناء كان زجاجي او بلاستيك. فده معناه ايه؟ انه احنا بنحط اصلا الملح في الاركان او جنبنا عموما. ليه؟ لان الملح هو بيمتص للطاقة السلبية، وده معناها ان سقوط الاناء فجأة على الارض والملح كمان واقع معاه، ده معناه انه كان في طاقة مرض موجودة في المكان دوت. وانه وقوع الملح او الاناء في الارض، فده معناها انه في شيء ايجابي حصل، وهو ان اتكسر معاه طاقة المرض الموجودة. فما تقولش لا ده الدنيا غالية، انا هاخد شوية الملح دول هستحمى بيهم او اغسل بيهم حاجة او احطهم في الطبخ. لا، خرج كل الملح بالإناء بره بيتك، لأن هو حامل لطاقة المرض. رقم 5: أحيانا بنلاقي في بيوت لا قدر الله النار بتكون بتولع فيها كتير، سواء بقى من البوتاجاز أو من الكهرباء أو تسريب في الغاز. وده معناه إيه؟ ده معناه إن طاقة النار زايدة جدا في البيت دوت، وعشان كده لازم نخفف عنصر النار. فالناس اللي عندها عنصر النار زايد في البيت ما تحاولش تعمل حيطان المطبخ باللون الأحمر أو باللون البرتقاني، لأنه ديت الألوان بتاعة العناصر النارية، فدوت هيزود اشتعال النار أكتر. كمان لو انت عندك اساس باللون الاحمر او البرتقاني، فحاول ان انت تقلله.
تمام، علشان نقلل من اشتعال النيران. رقم 6، لأنه انت لو عندك شقوق كتيرة في السقف أو في الحوائط أو إن الرطوبة كتيرة في المكان، فده معناه ايه؟ ده معناه إنه أصحاب المكان دوت عندهم خوف من المستقبل، سواء على نفسهم أو على حياتهم أو على أولادهم. فالرسالة ليهم بيقولهم لأ، اهدوا شوية، حاولوا تسلموا الأمر لله، توكلوا على الله، اذكروا ربنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، استغفروا ربنا كتير، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى أحسن. رقم 7، أحيانا بنلاقي إنه الكاسات وقعت فجأة أو إن الأواني الزجاجية اتكسرت. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه في طاقة حسد قديمة كانت موجودة في المكان دوت، وهي اللي سببت إنه كسرت الأواني كلها مرة واحدة أو وقعت مرة واحدة. طب انت طبعا لما حاجة زي كده بتحصل احيانا غصب عنك هتبقى في ردة فعل سلبية هتخرج، هتتعصب، هتتنرفز، هتتضايق. لا، بلاش نعمل ردة فعل يعني سلبية. نقول الحمد لله وقتها، وتحاول تتخلص من كسر الحاجات ديت وتطلعها بره باب بيتك، لانه هي دفعت عنك شر وبلاء كتير من الحسد. وبكده ان احنا نكون خلصنا فيديو النهاردة، ويومكم جميل يا حلويات.